السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل اكله سهله وسريعه وحلوه كل بيحبها. انا هعمل مكرونه بس هعملها بالبصل، مكرونه سباكيتي، وهعمل كبده. الكبده دي انا غسلتها بالخل وحطيت عليها ليمونه وسبتها تتصفى، وهحط معاها ملح وفلفل وكزبره وكمون، شويه كمون وشويه كزبره وتوابل لحمه وتوم وفلفل، وهعملها بسمنه مش في زيت، وليمونه وشويه خل. وطبعا الزيت ده انا هعمله للمكرونه. يلا نشوف هنعمل ايه. السمنه كويسه كده، هبتدي احط عليها الكبده. بسم الله. بس كده تلون. بص بقى، ده اللي طالع من الكبده، ده بحط عليها الخل والليمونه وكل ده بينزل من الكبده، ولكن ما بغسلهاش بميه، بغسلها بخل. الكبده تعمليها على نار عاليه تتلون كده بالمنظر اللي انت شايفاه ده. انا هحط لها دلوقتي شويه فلفل وشويه كمون وشويه كزبره صغيرين كده وشويه توابل لحمه لغايه اما تتشرب كده وتتشوح حلو. احط عليها بقيه المقادير بتاعتها. ادي شويه فلفل وشويه كزبره وشويه كمون. مش هحط ملح دلوقتي، بحط كمان حته توم صغيره كده، وتوابل لحمه. طبعا حطيت توابل لحمه، لا ما حطيتش. وادي توابل لحمه. اديهم بقى تشويحه مع بعض كده على نار عاليه، وبعدين احط لها كمان شويه خل. قلبها كده عشان ما تطلعش الدم بتاعها. كل شويه تقلبها كده. احط لها بقى شويه خل. شويه خل مش كتير. الخل مهما كان ما بيخليش الكبده ولا الليمون، خلي لها ريحه خالص. هسيبها بقى على نار عاليه. هي هنا بصوا طلعت ميه ازاي. انا هسيبها تشربها وبعدين احط لها بقيه المقادير بتاعتها في الاخر واشوحها مع بعضها. خلص بس الميه بتاعتها دي كلها. وهنا المكرونه انا حطيتها اهي تستوي، واعمل لها البصله والصلصه، مكرونه عاديه يعني ببصله وصلصه، بحط لها ملح وفلفل ومعلقه صلصه اللي هي المعجون الصلصه على الطماطم. انا هنا حطيت الزيت وحطيت البصله اللي فيها دوت شويه ملح وشويه فلفل صغيرين، وهحمرهم يبقى لونهم دهبي كده حلو. بعدين تحت اهي هي شربت ميتها، هبتدي احط عليها الحاجات بتاعتها دي، التوابل والفلفل والثوم كلهم، واديهم تقليبه اشوحهم مع بعض شويه. وبعد كده اطفي اعصر عليها نص ليمونه. احلى كبده تاكليها. يعني بصوا الريحه طلعت جميله، مفيش اي زفاره في اي كبده في اي حاجه، مفيش زفاره خالص. الفلفل بيدي ريحه حلوه والثوم وطعم كمان في نفس الوقت. قلبتها كلها بالملح وبالتوابل. انا مبحطش ملح الا في الاخر عشان الكبده ما تشدش. بتحط الملح في الاول تلاقي الكبده معاكي بتجلد وتشد. انا بحطها كده في الاخر خلاص. هحط بقى نص ليمونه عليها واطفي النار. ادي نص ليمونه اهي. بسم الله. الليمونه برضو بيطعمها حلو. بس كده هديها بقى تقليبه واطفي على النار. كمان صوتها واخدة اتشربت خالص وبتتشوح بعضها. بس كده هي كده خلصت خلاص. بالهنا والشفا.